ليه المصريين بيحبوا يغيروا العواصم كل شوية؟ وإيه أفضل عاصمة في تاريخ مصر؟ وعلى أي أساس كانوا بيختاروا العاصمة؟ كل ده هتعرفوه أكتر في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ بعد الإنترو. منفس أو منف، مدينة مصرية قديمة من ضمن مواقع التراث العالمي. أسسها الملك مينا نارمر عام 3200 قبل الميلاد، وكانت عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة، وهو عصر الأسرات من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة. والعصر ده كان منتشر فيه عبادة الإله بتاح. ما تخافش، ده بتاع ايه؟ هو بتاع كده جوز بيت. أما مكانها الحالي كان بالقرب من منطقة سقارة على بعد 19 كيلومتر من جنوب القاهرة بقرية 100 رهينة. وكانت منف معروفة باسم الجدار الأبيض لغاية القرن 26 قبل الميلاد، لحد ما سماها المصريين اسم من نفر، وهو الاسم اللي حرفه الإغريق بعد كده فبقى منفس. نشأت منف في عصر بداية الأسرات، وتنسب إلى الملك مينا نارمر موحد القطرين زي ما قلنا، وكان اسمها الأول إنجح ومعناها السور الأبيض. ولما قدر الملك مينا ينتصر على الوجه البحري ويوحد القطرين ويخلي مصر كلها بلد واحد، وشاف إنها تكون عاصمة لمصر في مكان وسط ما بين صعيد مصر والدلتا، وعشان كده بنى في المكان ده قلعة حربية محاطة بالماء من 3 جهات، وساب جهة الجنوب بس عشان دي جهة مسقط رأسه عشان أهله وعشيرته. عشان يقدر يعمل كده كان لازم يحول مية النيل من مكانها في الوقت ده، فتم سد طريق المية في أحد فروع النيل اللي بنسميه دلوقتي بحر يوسف، اللي هو على مقربة من مدينة الوسطى. فتحول الفرع ده بعد كده إلى مدينة الفيوم، ولسه بيجري فيها وبيصب في بحيرة قارون لحد دلوقتي. بس المكان اللي ما كانش فيه مية ردموا وهيئوا المكان المدينة الجديدة منف، وكان أول حاجة بناها هي القلعة البيضاء. وبعد كده بنى جنوب هذه القلعة أسفل التل معبد للإله بتاح، وكان إله للفن والصناعة كما كان يعتقد أجدادنا المصريين، وقد جسدوه على شكل إنسان وليس على شكل حيوان زي ما هم متعودين. صدق ما كدبش اللي سماك بتاع. كان صيت المدينة مسمع في جميع أنحاء مصر، وفضل كده بالرغم من تغير العاصمة أكتر من مرة ما بين طيبة والإسكندرية، وكانت ليها أهمية تاريخية كبيرة لأنها تتوسط القطرين الشمالي والجنوبي. وظلت منف عاصمة للدولة حتى الأسرة السادسة. ولما وقعت البلاد فريسة في يد الهكسوس اللي احتلوا مصر بعد سقوط الدولة الوسطى، نشروا في الأرض الفساد، ومنف طالها كتير من الفساد والتخريب ده عشان هي طبعا العاصمة. وفي عهد الدولة الحديثة استقرت العاصمة في طيبة، لكن منف بقت مقر الوزير المسيطر على شؤون الدلتا. ده غير إنها بقت قاعدة عسكرية هامة للجيوش اللي كانت بتحارب في بلاد آسيا. ومشكلة منف إن آثارها اللي فضلت منها لحد الآن قليلة جدا، فاللي موجود دلوقتي منها شوية تماثيل وشوية أحجار والأساسات اللي كانت بتدل على مكان المعابد القديمة بالمدينة، زي ما تبقى من معبد الإله بتاح. وبنشوف هناك بقايا جوانب السور وإنقاذ أعمدة البهو اللي عمله رمسيس الثاني، وعمل بيه 56 عمود اللي هي لحد دلوقتي قواعدها باقية في أماكنها الأصلية. في الجزء الجنوبي كان هناك معبد للإله أمون، وواحد تاني للعجل أبيس لكنه اختفى، ومبقاش منها إلا شوية أحجار وخلاص. مدينة طيبة اقصر بلدنا بلد سواح. تعتبر مدينة طيبة من المدن المصرية الفرعونية القديمة، واللي كانت عاصمة من عواصم مصر القديمة في عهد المصريين القدامى خلال المملكتين الوسطى والحديثة، وبيطلق عليها دلوقتي مدينة الأقصر. لا شيء. وكانت قديما عبارة عن مركز لعبادة الإله أمون رع. لعنة أمون عليكم، أمون لن يغفر لكم أبدا، حيث اهتم بها المصريين وبنوا فيها المعابد. وتقع مدينة طيبة في الجهة الشرقية من ضفة نهر النيل، واتبنى فوقها العاصمة والقصور والمعابد، وكانوا بيعتبروا هذه المعابد إنها خالدة، عشان كده بنوها من الحجارة الثقيلة. ومن المعابد دي ما سمي ببيت المليون عام. أما بيوت وقصور الفراعنة فكانوا بيبنوها من الطوب، وده طبعا لاعتقادهم إن البيوت والقصور غير أبدية زي المعابد، وعشان كده ما فضلش لحد النهاردة غير المعابد. أما البيوت والقصور فاختفت مع مر العصور وعوامل التعرية اللي مرت بيها. أهمية بقى المدينة دي عند أجدادنا إن هما بيعتبروا مدينة طيبة والشاطئ الشرقي من نهر النيل هو دار الحياة، واللي كانت مخصصة للعيش والتعبد. أما الجهة الغربية من المدينة فكانوا بيعتبروها دار الممات وبنوا فيها القبور. أما في الجهة الغربية من المدينة فكان وادي الملوك والقليل من المعابد. أما المعابد الرئيسية والكبيرة فكانت توجد في جهة دار الحياة شرق النهر زي ما قلنا من شوية. نمت ولا بغيت لي بالسندوتش اللي انا باكله؟ معابد وآثار مدينة طيبة كانت قرابة ال 14 معبد، وكانت من أشهر وأبرز المعابد المصرية القديمة. فمن أبرز آثار المدينة على الجهة الشرقية لنهر النيل هو بهو الأعمدة، واللي بيبلغ عدد الأعمدة فيه قرابة ال 134 عمود. ايه ده يا حاج؟ انت بتطلع بالتالت؟
والموجودة بمنطقة القرنة، واللي شهدت عديد من الترميمات والتعديلات عبر القرون والعصور، واللي قام بالتعديلات دي فراعنة مصريين زينا، منهم تحتمس الثالث وحتشبسوت ورمسيس الثاني وناس غيرهم كتير. ويوجد بالقرب منها معبد الأقصر واللي قام ببناء رمسيس الثاني، ويحدوا من الجهة الشمالية باب معبد الكرنك الرئيسي اللي كان موجود قدامه مسلتين، واتاخد واحدة منهم لفرنسا في مدينة باريس دلوقتي، وكان ده سنة 1836 ميلادية، واللي اتزين بيها ميدان كونكورد في العاصمة الفرنسية. أما في نهاية شمال معبد الأقصر مجموعة من معابد الكرنك، واللي اتبنت على مدى 1500 عام، واللي بقت أكبر منشأة دينية تاريخية على مستوى العالم. وطبعا زي ما احنا عارفين إن في الأقصر تلت آثار العالم، وإنها أكبر واجهة سياحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكبر المعابد الموجودة فيها هو معبد الكرنك ومعبد الراميسيوم اللي عمله رمسيس الثاني، واللي بينسب للأسرة 19. رمسيس تل العمارنة أو إخت أتون، العاصمة المصرية اللي بناها الملك إخناتون، وهي مدينة أثرية تقع على ضفة النيل الشرقية الموجودة في صعيد مصر، وتحديدا في محافظة المنيا. اتأسست عام 1346 قبل الميلاد حتى عام 1370 قبل الميلاد تقريبا، عشان انا ما اقدرش اكدب عليك، انا راجل كوريكتو. ومؤسسها كان الملك إخناتون. أما موقعها كانت تبعد عن جنوب مقابر بني حسن في محافظة المنيا ب 45 كيلو. تاريخ مدينة تل العمارنة: بعد ما أسسها إخناتون وقام بتغيير العاصمة وتحولت المنطقة إلى خراب. مرزق من يومك أبو السلكان، الدهب في إيدك يبقى تراب. جه بعد كده قبيلة اسمها العمارنة وسكنت المنطقة دي وقامت بتعميرها، وبعد فترة طويلة رجعوا لأماكنهم والأماكن اللي كانوا جايين منها، ولكن اسم المدينة فضل مرتبط بيهم، عشان كده اتسمت تل العمارنة. سموكي ولسه عايشة. وتم اكتشاف مجموعة كبيرة من المقابر في تل العمارنة. من أشهر تلك المقابر مقبرة الملك أحمس وميري رع. والهدف من إنشاء المدينة دي إن الملك إخناتون كان بيدعي لعبادة الإله الواحد، خلى المدينة دي تكون مركز لفكره الديني، وتم الاعتماد في بناء المدينة دي على الطوب اللبن والأبيض. أما المباني المهمة تم بنائها بالحجر الرملي. وبعد وفاة إخناتون قرر ابنه الملك توت عنخ آمون المغادرة إلى مسقط رأسه في طيبة. أما الحياة القديمة بقى في تل العمارنة كانت تحتوي على مجموعة من الألواح اللي بتوضح لنا الأحداث اللي حصلت أثناء تأسيس المدينة لفترة ما قبل سقوطها. في البداية احتاج إخناتون لمجموعة كبيرة من الجيوش عشان يتمكن من الانتقال من طيبة إلى العمارنة، وطبعا المهمة دي كانت سهلة على إخناتون لأنه كان ابنه قائد عسكري مهم. أما بالنسبة للأفكار الدينية فكان إخناتون بيحاول يوحد الديانة، ورغم ذلك جميع الأديان كانت بتتمتع بالاحترام الكامل. أما الآثار الموجودة في تل العمارنة دلوقتي بتدل على إن كان في طفرة كبيرة وقتها في الفنون. الطفرة اللي حصلت في الفنون وقتها كان سببها الملك إخناتون، لأن الملوك اللي كانوا قبله كانوا في فترات حرب، فكانوا بيجسدوا انتصاراتهم في المعارك على الجدران. اما الملك إخناتون فكان راجل مش بتاع حرب ولا مشاكل، وكانت اهتماماته الدينيه اكتر، فعشان كده الفنون اللي على الجدران خدت شكل تاني غير الموجوده في المدن التانية. والرسومات دي كانت بتوضح العاطفه الموجوده بين افراد العائله الملكيه والانشطه اللي كانت تقام مع الاطفال. ومن الاثار المهمه الموجوده في مدينه تل العمارنة هو قصر نفرتيتي واللي بناه الملك إخناتون، وكمان موجود معبد أتون الكبير، والمعبد ده بيحتوي على غرف ملهاش سقف على عكس باقي المعابد. والحكمة من كده هو دخول أشعة الشمس للمعبد، لأن الملك إخناتون كان بيعبد إله الشمس. وموجود برضه في المدينة دي القبر الملكي، وهو مخصص لاستقبال أفراد العائلة الملكية، عائلة الملك إخناتون وغيرهم. والقبر كان بيحتوي على ملحق بس ما كانش مكتمل، والباحثين قالوا إن ممكن يكون قبر الملكة نفرتيتي. وقبور تانية كتير زي قبر هويا وقبر آي وقبر ميري راي الأول، وده كان قبر رئيس كهنة معبد إله الشمس آتين، واللي قدمهوله الملك إخناتون هدية ليه مقابل إنجازاته الكبيرة اللي كان بيقوم بيها في المعبد. ما تبعبعها شوية يا أخي. ولهنا بتنتهي حلقتنا، ولو عجبك الفيديو دوس على لايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.